كشف التقرير الصحفي الإسباني أن عقد نجم برشلونة ليونيل ميسي يتضمن بندا يتيح له الرحيل عن النادي في حال إعلان استقلال إقليم كاتالونيا وتوقف مشاركة النادي الكاتالوني في المسابقات القارية الكبرى. صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أشارت إلى أن العقد الجديد الذي وقعه النجم الأرجنتيني مع النادي في تشرين 2 نوفمبر الماضي والذي من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى 2021 يتضمن بندا يحدد أن اللاعب سيبقى مرتبطا بالنادي فقط في حال واصل الأخير المشاركة في بطولة من المستوى الأول في أوروبا. اختير الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول أفضل لاعب إفريقي لعام 2017 خلال الحفل السنوي الذي نظمه الاتحاد الإفريقي في العاصمة الغنية أكرا. تتويج صلاح كأفضل لاعب إفريقي جاء ليؤكد أحقية المهاجم المصري بالجائزة بعد تألقه اللافت سواء كان ذلك بإسهامه في تأهل منتخب بلاده إلى مونديال روسيا أو بتألقه مع ليفربول، حيث نجح في قيادة فريقه إلى تحقيق عدد من الانتصارات وسجل العديد من الأهداف جعلته يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين. وتقدم صلاح على أبرز منافسيه السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق والجابوني بيير إمريك أوباميانغ لاعب بروسيا دورتموند. الفوز بهذه الجائزة هو حلم بات حقيقة عام 2017. لا أصدق ما يحدث معي. كان وقتا ممتعا مع منتخب مصر وفريق ليفربول. إنها لحظات استثنائية. أنتظر كأس العالم منذ فترة طويلة وأشكر عائلتي التي دعمتني في كل الأوقات. ما يحدث حاليا بالنسبة لي أمر رائع وأشعر بلحظة خاصة لي ولعائلتي، وأريد تخصيص هذه الجائزة لجميع الأطفال في إفريقيا وفي مصر. المصري محمد صلاح كتب اسمه في عالم كرة القدم بأحرف سميكة بقي مستواه ثابتا في كل الأندية التي لعب لها. صلاح كان أيضا الرقم الصعب في معادلة تأهل المنتخب المصري إلى نهايات كأس العالم بروسيا. تغيرت ملامحه وقمصانه وبقي أداؤه ثابتا. جاء إلى ليفربول كانت الخانات فارغة أمامه وملأها باسمه. لم تغرب شمسه بل أصبحت أكثر إشراقا بعد أن جاء بديلا صار النسخة الأصلية. وفي كل مباراة تجد تحديثا لعادة التسجيل حتى وإن كان الحارس عارفا بمكان تسديده. أسماء الحراس تشابهت أمام أهدافه، هنا بقميص الريدز. محمد صلاح أثار شغف متتبعي سباقات السرعة بين نقطة البداية والنهاية. لا ترى محمد صلاح إلا أثناء فرحه بتسجيل الهدف. على بساطة ما يفعله تجد فيه الخط المستقيم، الدائرة والخط المنحني. إنها هندسة رياضيات الرياضة. صلاح في كرة القدم لا يوقف إلا باليد. الفرعون الصغير قال إنه يضع نفسه تحت الضغط بحب المخاطرة. محمد صلاح منح لجميع مدربيه معنى وحيدا للفرح. محمد صلاح كان فرحا لشعب بأكمله. حمل على أكتافه مهمة العودة إلى كأس العالم وطرق بابها بأقدامه. فتح التألق أذرعه لمحمد صلاح. حيثما نظرت من الشباك أو أمام الشباك هناك صلاح. كانت هناك أهازيج لمشجعي نادي ليفربول لمحمد صلاح الملقب بمو صلاح. طبعا فوز صلاح جعلنا نحتفل هنا مبكرا في قناة مين سبورت قبل بداية البرنامج، وكذلك يعني لا يوجد احتفالية أفضل إلا بطريقة جماهير ليفربول.
الاحتفالات بمحمد صلاح وبهذا اللقب في كل مكان في هذا الفيديو الذي تابعناه، ولكن أكثر شيء كان يشد ربما الانتباه هو شبيه محمد صلاح الذي كان يحتفل به وكأنه محمد صلاح في مترو الأنفاق. نعم. للوهلة الأولى الشخص يعتقد أن هذا هو محمد صلاح معهم. نعم، وهذا شيء ليس بغريب على الجماهير الإنجليزية. دائما ما تكون هناك طرافة بين المشجعين، بين الرابطة وبين حتى المشجعين الآخرين. دعونا ننتقل إلى الأرقام والإحصائيات هذه المرة أكثر وأكثر لنتعرف لماذا تحصل محمد صلاح على هذا اللقب. صباح الخير عليك وسام. صباح النور عبد الله. صباح الخير ابتسام. هنيئا لك ابتسام أحد مشجعي صلاح بهذه الجائزة. صباح الخير مشاهدينا. إذن المصري محمد صلاح يعيد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا إلى مصر بعد غياب 35 عاما لم ينجح خلالها أي لاعب مصري في تحقيق هذا الإنجاز. وبات صلاح ثاني لاعب مصري عبر التاريخ يتوج بهذه الجائزة بعد أن حصدها محمود الخطيب نجم المنتخب المصري السابق والرئيس الحالي للنادي الأهلي سنة 1983. كما أن صلاح أصبح 10 لاعب عربي يفوز بهذه الجائزة منذ إحداثها سنة 1970 قبل تغيير مسماها سنة 92 من جائزة الكرة الذهبية إلى جائزة أفضل لاعب في إفريقيا. ويعد المغربي أحمد فرس أول لاعب عربي يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وكان ذلك سنة 1975، وقاد بعدها المنتخب المغربي إلى التتويج بلقبه الوحيد في كأس إفريقيا للأمم. كما أن لاعبنا المغاربة هم أكثر لاعبين العرب تتويجا بهذه الجائزة، حيث فاز بها 5 لاعبين مغاربة. وكان لاعبون العرب قد غابوا عن هذه الجائزة منذ سنة 1998 حين توج بها المغربي مصطفى حجي قبل أن يفوز بها الجزائري رياض محرز السنة الماضية، ثم يحافظ عليها صلاح عربية بفوزه بها هذه السنة. صلاح وبهذه الجائزة يكون قد توج سنة استثنائية كان خلالها نجما فوق العادة لمنتخب بلاده ولفريقه ليفربول وقبله روما. ومن أبرز إنجازات صلاح خلال السنة الجارية قيادته المنتخب المصري إلى بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما، هذا فضلا عن تألقه اللافت مع ناديه ليفربول الذي يعتبر هدافه الأول، حيث وقع له لحد الآن 23 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا. وعن سن 25 عاما يبدو بأن صلاح يسير بخطى ثابتة ليكون أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، وربما أحد أفضل اللاعبين في تاريخ القارة السمراء. وصعد الفرعون المصري المراتب في مسيرته بشكل تدريجي قبل أن يصل إلى القمة. واستهل صلاح مشواره كلاعب من نادي المقاولون العرب قبل أن يتوجه إلى أوروبا، حيث لعب لبازل السويسري ثم تشيلسي بعدها فيورنتينا وروما، وصولا إلى ليفربول الذي انتقل إليه الصيف الماضي. كما لعب صلاح 56 مباراة لحد الآن مع المنتخب المصري، سجل خلالها 32 هدفا. إذن صلاح يواصل كتابة التاريخ ويتوج إذن بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في انتظار تألق أكبر في السنوات القادمة، خصوصا وأنه لا زال لاعبا شابا ويملك مستقبلا واعدا. والآن على العودة إلى كل من ابتسام وعبد الله، ومرة أخرى هنيئا لصلاح هذا التتويج المستحق. هنيئا للعرب ككل هذا التتويج، ليس فقط محمد صلاح، مشرف للاعب العربي. شكرا جزيلا لك وسام. جميل أن تبدأ في نادي مثل المقاولون العرب، يعني له كل الاحترام والتقدير، ولكن من الممكن يصل إلى هذه المرحلة وهناك أقاويل بالانتقال إلى ريال مدريد. تخيل وكل ذلك وكل تلك الإنجازات وهو في عمر 25 عاما. فعلا يعني نتمنى منه المواصلة على هذا التواضع وكذلك التدرب بجد حتى الوصول إلى الأهداف. هذا بشأن محمد صلاح والجائزة التي حققها التي ستبقى في تاريخ الكرة العربية.